بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا اغلى اخوات في الدنيا؟ هنعمل النهارده ان شاء الله القرص بالقرفه والسكر، حاجه كده مميزه جدا وطعمها خطير وهشه كده وطريه بمنتهى الطراوه. اللهم بارك. شايفين معايا عامله ازاي؟ قلبها قطني كده. ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمل القرص بتاعنا ازاي. اول حاجه بجيب بوله فاضيه عندي كده وابتدي انزل فيها بالمكونات بتاعتي. اول مكون عندي هنزل بعلبتين صغيرين من الزبادي، والزبادي هنا لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. الزبادي فايدتها هنا ان هي بتطري العجينه جدا وبتخلي القرص تفضل طريه مهما قعدت عندك. وبعد كده هننزل كمان بكوب من الماء الدافي وكمان كوب من الحليب الدافي، ولازم يبقى دافي علشان ينشط الخميرة ما يوقفش نشاطها. بعد كده هننزل بباكت من الخميرة وكمان معلقة واحدة من الخل الأبيض. الخل هنا بيعمل كأنه محسن خبز وبينشط العجينة جدا. هننزل بمعلقتين 3 معالق من السكر ممسوحين، يعني مش مليانين قوي، 3 معالق ممسوحين. وهنبتدي كمان ننزل ببيضة واحدة، ولازم برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة. كل المكونات بتاع العجينة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان تشغل الخميرة. نزلت كمان ب4 معالق من الزيت ومكست كل المكونات السايلة. هنزل بقى على كيلو دقيق متعدد الاستخدام بباكت من البيكنج باودر ورشة من الملح ومعلقتين كبار من الحليب البودر. وممكن تستغني عن الحليب البودر، بس لو موجود عندك او متوفر ممكن تستخدميه لانه بيخلي العجينة طرية جدا وناعمة وزي الفل. هنعجن بالمكونات السايلة، واخر حاجة بنحطها مكعبين من الزبدة الطرية كده نلم بيها العجينة، بتخليها ناعمة وملساء وزي الفل كده وخطيرة، وبتفضل معانا طرية وريحتها تحفة. بعد ما عجنت العجينة هسيبها بقى حجمها يتضاعف. سبتها كده حوالي 40 دقيقة، حجمها اتضاعف. اديتها بقى البوكس التمام زي ما احنا شايفين. وهنبتدي نركنها على جنب ونحضر المكونات الحشوة بتاعنا. عندي سمسم محمص، او لو مش متحمص عندك سمسم ابيض بتاخديه على طاسة كده سخنة بدون اي مواد دهنية تحمصيه لحد ما يبقى لونه جولد كده. بعد كده بجيب نص كوب من السكر، بنزل عليه بمعلقتين كبار من القرفة وامكسهم كويس جدا. هبتدي بقى اقطع العجينة بتاعتي الجميلة الناعمة اللي مخدومة كويس جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. والحجم ده كويس جدا، لو حابة تكبري او تصغري على حسب ذوقك. انا بحب القرصة تبقى كبيرة، ما بحبهاش تبقى صغيرة. لو عملتيها ميني او قرص صغيرة هتفرط معاكي اكتر. انا قطعت معايا الكمية دي وفاض معايا كمان حوالي 5-6 قرصات كده ركنتهم على جنب. هنبتدي بقى نشكل القرص بتاعنا، وتشكيلها سهل جدا. بس هحضر معلقتين من العسل الاسود واحلهم بحوالي 4 أو 5 معالق من المية كده. شايفين معايا خففته كده علشان ده هوريكم ازاي هنستخدمه دلوقتي. هنبتدي نجيب اول قطعة قطعناها من القرص بتاعنا ونبتدي نفردها كده على سطح العمل، ونسيب القلب كده يكون مليان شوية، ونرقق الحروف شوية علشان لما نلمها ما تبقاش في كتلة من العجينة كده. وفي نفس الوقت علشان لما نفرد القرصة واحنا بنفردها طبعا بندوس على القلب وعلى الحروف يبقى كلها مستوى واحد. وكمان لازم نقفلها كويس جدا، دي خطوة مهمة علشان ما تخرجش الحشوة منها. بعد كده بنغمسها في محلول العسل الاسود بالمية، وبعد كده على السمسم بتشيل السمسم معانا كمية حلوة كده، ونفردها بقى على صينية ألمونيوم اللي هتدخل الفرن. والصينية بتاعتي مش مدهونة اي مواد دهنية، بفردها عليها كده ببساطة، بحاول ما رفعهاش قوي علشان تبقى طرية كده وطعمها حلو. هجيب واحدة تانية اعملها قدامكم زي ما احنا شايفين. بفرد القرصة وبحاول ارقق الحروف شوية اكتر من الوسط، وبنزل بمعلقة القرفة بالسكر، اكتر او اقلل حسب ذوقنا. وبعد كده بغمسها في محلول العسل الاسود وعلى السمسم كده، وهوب على الصينية ابتدي اشكلها زي ما احنا شايفين. اظن مفيش اسهل من كده تشكيل. حطيت كل مكونات الحشوة قدامي وجبت قطعة تانية وهبتدي افردها زي ما احنا شايفين بالمنظر ده.
وبحط القرفة. انا بحب اكتر القرفة شوية لان احنا من عشاق القرفة. واخدها بعد ما اقفلها كويس على محلول العسل، وبعدين على السمسم وعلى الصينية بعد كده، وابتدي افردها فردة مش كبيرة قوي علشان تبقى حلوة كده وطرية معايا. التشكيل سهل جدا ومن اسهل المعجنات اللي ممكن تعمليها، ما شاء الله اللهم بارك. طالما خدمتيها كويس في العجن بتريحك جدا وما بتاخدش وقت معاكي في التشكيل. ما شاء الله عجينة طيعة وسهلة وطرية جدا. القرص الجميلة دي قرص الافران بالقرفة والسكر، ناعمة وحلوة وطعمها وتستها عالي جدا ومشبعة، وتنفع كمان تعمليها لولادك بقى يفطروا منها الصبح او ياكلوها بالليل قبل ما يناموا مع كوباية حليب او شاي بحليب، حاجة كده اللهم بارك سهلة وممتازة. عملت الصينيتين بتوعي، خلصتهم بالكامل كده. اول صينية عملتها بالحشوة، تاني صينية عملت فيها كام واحدة بالحشوة، وبعد كده سبت كام واحدة زي الكايزر كده فاضي. ده شكل القرص بتاعتي اللهم بارك. دخلتها الفرن بعد ما سبتها رفعت شوية. ده شكلها جوه الفرن منفوخة زي ما احنا شايفين بالكامل كده، شايفين الشكل والمنظر تحفة. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. طبعا لازم ندخل المخبوزات على فرن متسخن مسبقا على رف اوسط، وبعد ما خرجت اديت لها رشة كده بالبخاخة علشان تفضل معايا طرية وتدي لها لمعة حلوة جدا. وممكن تغطيها بفوطة اول ما تخرج من الفرن هتفضل معاكي طرية. ممكن تعملي كمية كبيرة جدا، وكمان تسيبيها لما تبرد وتحتفظي بيها في اكياس وتشيليها في الفريزر وتخرجيها على الاكل قبل الاكل بساعة، هتبقى كأنها مخبوزة وزي الفل. شايفين اللهم بارك خبزها تحفة ازاي من فوق ومن تحت، لونها خطير، طرية جدا. السمسم ماسك عليها علشان معلقة العسل اللي دوبناها في مية، ما شاء الله مديلها لون حلو جدا. انا بحب المخبوزات بتاعتي تبقى حمرا من فوق ومن تحت كده، ما بحبش اللون الفاتح في المخبوزات، بتبقى كده ريحتها حلوة وقلبة المكان. خاصة بقى المخبوزات اللي بالقرفة زي السينابون، وكمان القرص بتاعتنا النهاردة بتبقى ريحتها وهمية جدا وجايبة اخر الدنيا. شايفين معايا اللهم بارك لونها من فوق ومن تحت وشكلها شهي ويفتح النفس. دي الصينية التانية فيها كام واحدة كده بالحشوة وفيها كام واحدة بدون حشوة، اللهم بارك. شكلها خطير وريحتها ولا أروع زي ما احنا شايفين، تحفة جدا. الكيلو دي عمل معايا كمية محترمة جدا اللهم بارك. وانا كمان عاملة القرص بتاعتي كبيرة، يعني انتي لو صغرتي الحجم بتاع التقطيع هتديكي كمية اكتر من كده بكتير. انا ما عدتش الصراحة، بس هي كمية لا بأس بها، ده غير اللي تاكل اول ما خرج من الفرن. شايفين الطراوة اللهم بارك، شايفين الجمال، اللون ما شاء الله. الريحة بقى يعني يا ريت في حاجة تقدر توصل لكم الريحة من تحت ومن فوق، لونها خطير. شايفين الطراوة، حاجة وهمية، من أنجح وأطعم المخبوزات اللي أنا عملتها. أنصحكم تجربوها، حاجة حلوة ولذيذة وسهلة جدا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين العجينة فاتحة ازاي، هشة ما شاء الله، الحشوة ملياها ما شاء الله وطرية، وكمان طعمها كان مميز جدا جدا لأبعد الحدود. ان شاء الله النهاردة يكون الفيديو البسيط ده نال اعجابكم عن القرص بالقرفة والسكر وطريقة خبزها وطريقة العجن. وهكتب لكم طبعا كل المقادير في صندوق الوصف، يا ريت تجربوها وتشوفوا. طبعا كمان معايا ده اللي انا عملته بدون حشوة اللهم بارك، كأنه زي الكايزر كده. شايفين القلب زي السحاب، هش جدا ومورق وخطير. تقدري تعمليها كده وتحشيها سندوتشات زي الكايزر كده وهتبقى وهمية. تحشيها جبنة، ممكن تحشيها برجر، ممكن تحشيها اي حاجة. جربوا الوصفة دي على ضمانتي، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، ودعموني بقى بلايك وشير وكومنت حلو زيكم. وان شاء الله نتقابل في كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.